الماتش ده كان بعنوان اللي بيخلف ما بيموتش. احنا بنشوف اساطير كرة قدم او اساطير بتبدأ تتصنع من ابهات كانوا اساطير بالفعل. النهارده مصطفى شوبير بيثبت لنا بجد ان كابتن شوبير كان في يعني حته حراسه المرمى دي لسه موجوده، يعني لو جيل بيورث جيل. فالنهارده لو شفت الماتش هتلاقي ان مصطفى شوبير بيتصدى تصديات صعبه جدا. صلاح محسن في الشوط الاول انفراد صريح ما فيهوش اي حاجه، اي لاعب هيركنها هيعملها لوب، لا ده عملها لوب. كابتن يعني قصدي مصطفى شوبير بيروح ويصدها على طريقه لاعبين كره السله، بينط كده وبيحط ايده كده كأن اللعيبه بتاعت السله لو بتتفرج على ماتشات سله اللي بتروح تشيل الكره من السله. فحرفيا كابتن مصطفى شوبير كان زي باباه. كابتن شوبير ما خلاص ما اعتزلش، انت لسه بتشوف نجله في المباراه. فبجد مصطفى شوبير نجم من نجوم المباراه. لو اتكلمنا على نجوم المباراه بقى عمرنا ما هننسى حسين الشحات اللي بيسجل الهدف الوحيد في المباراه، اللي بيخلي المباراه دي هي المباراه 47 في المباريات اللي تنتهي بنتيجه 1-0 في الدوري السنه دي. طبعا الشحات سجل جون عالمي، شحات نسخه عالميه يا جماعه. هو بيغيب 3-4 فترات ويرجع لك فتره، لكن الفتره دي بتبقى من انقى واحسن الفترات اللي ممكن الشحات يلعب فيها. الجون ركن وركنه رائعه جدا، فالشحات لا ده لا يعلى عليه بجد رائع. اما بقى كانت بيرسي تاو اللي انا مش فاهمه ماله، يعني بجد في حد بيلعب في النظام بتاعه تقريبا في الدوري اللي دوري ابطال افريقيا بيروح يقول لك انا مفيش مني اتنين، ويجي عندنا في الدوري يقلب تاني لا انا عندي نسختين اختاروا لي نسخه. غريب جدا. يعني في اول ماتش المعلم بيقول لك ايه بيرسي تاو نجم شباك الاهلي. اخر ماتش والله انا كنت حاسه ان هو عايز يقول نجم بيرسي تاو اللي هيقفل شباك الاهلي وهيقفل شباك نجوم الاهلي خالص. بيضيع كورتين ما يضيعوش يا جماعه، اي لعيب صغير هيجيبهم لك وخلاص. انا بشوف بجد. وكمان يعني عمرنا ما هننسى كهربا، يعني محمود عبد المنعم كهربا هو بيضيع فرص فينيشر غريب جدا من محمود كهربا. تخيل ان ده الراس الحربه الاساسيه للنادي الاهلي. المفروض يعني اظبط نفسك كده شويه، اطلع على الكوره، استلم، اهدى، خليك راسي. كمان خد انذار في الشوط الاول بسبب ان هو وقع نفسه. يعني الكوره مش كده يا كهربا، يعني اهدى هتجيلك ضربه الجزاء لو انت على حق. يعني هو العرقله حصلت مره منطقه الجزاء، خطوتين جوه منطقه الجزاء راح واقع، اللي هو احسب لي ضربه جزاء. في ايه؟ لازم الفينشر يعني يعلى شويه. شريف اللي بينزل اخر ربع ساعه ده وبيعرفش ايه بيعمله في المباراه برضو، بيقابل كوره غريبه جدا. يعني بص المباراه كلها بمعنى الكور الغريبه من لعيبه معينه في النادي الاهلي. اما ديانج بقى اللي بيشوط حته كوره في الشوط الاول بتعدي من الكور، اللي هو ازاي دي ما جاتش؟ شيء غريب جدا في الكوره دي. نروح بقى شويه لسيراميكا كليوباترا اللي ما ادالوش حقه في الفيديو، لان النادي الاهلي عمل ما يعمل في المباراه دي. وطبعا بنشوف ان شناوي بيجهز لمباراه النهائي باذن الله بتوفيق للنادي الاهلي امام الوداد. اما بقى سيراميكا دي اول مباراه للكابتن هيمي طولان، كابتن السابق لتدريب نادي انبي. طبعا بنشوف ان دي مباراه كانت يعني انا شايفه هي مباراه تجربه، وان ده صعب جدا ان يبقى مدرب لسه جاي ويبقى يلعب مباراه قدام اهلي او زمالك. ده شيء صعب لان هو لسه متاقلمش مع الفرقه، اللعيبه متاقلمتش معاه، فده لا يحسب على كابتن حلمي طولان الماتش ده. كمان سيراميكا بيعد من الخمس فرق اللي جالهم 3 مدربين في نفس الموسم. فيعني انا شايفه كمان ان هو كان بيحاول يبدا بشكل هجومي قدام النادي الاهلي، لكن ما عرفش يعمل كده. ليه؟ لان النادي الاهلي بيملك 2 من قلوب الدفاع القويه جدا في افريقيا، عبد المنعم ومتولي. متولي صنع الهدف الاول، ولو شفتوه اكيد هتشوفوا ان كان كوره حلوه جدا. فيعني كابتن حلمي طولان ما يحسبش عليه المباراه دي. واتمنى باذن الله توفيق لنادي سيراميكا وكابتن حلمي طولان معاهم الماتشات الجايه، وتوفيق للنادي الاهلي في النهائي امام الوداد. بس كده، اقابلكم الفيديو الجاي، فيديو الزمالك وطلائع الجيش.